أبناء الأصل أبناء الشرف. السويدة معروف من يوم ما عصرت على الناس كلها وقفت على كلمة الصعلوك. أنا أول ما وصلت بالرتل بمؤسسة بطاطا السعلي وقفته بقرية السعلي. كان قسم من الشباب موجودين. فوق العساكر فطلعت نسائنا اللي هم عرضنا نسائكم. وقسم من البنات اجتمعوا حد الرتل العسكري. فقلت له العساكر كلمة قلت لهم هالنساء والبنات أماني برقبتكم. نساء السعلي وبنات الأماني برقبتكم. يلي بده يدافع عن شرفه وعرضه يفوت معي على المطار، ما بده يدافع عن شرفه وعرضه يبعد. فنسائكم الله يحميهم من شرفنا وعرضه. قالوا له الله محيي الجيش، هذا الشيء اللي رفع معنويات العسكر. وظلموا بعض النساء اللي هم امهاتنا يعني. فطلقوا عساكر قال سيدي معك على الموت باذن الله انه خليهم يخربوا نقطه، فالسبب جوهر هو الروح المعنويه للعسكر والعمليه اللي صارت هن اهل السعي. ولما نحن ماشيين الولد الصغير يلاقي والله محيي الجيش، الله محييك. الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. هذا جوهر الروح اللي دفعت العسكر للنساء. انه شافت الناس هذه قالت باذن الله نحن نرفع راسنا لك مهمة الهجوم اللي صار لنا فترة عم نطالب فيها. باذن الله. انت واحد من الضباط استعملت الهجوم، وهذا هلا مع سيادة المقدمة بدنا نتابع الخطوة اللي مشيتها انت. بدنا نهجم ونمشي ونوصل على الموقع تبعهم باذن الله. بدناش نسمي اي قرية بدنا نفوت عليها باذن الله. بس بدنا نتابع اللي مشيت فيه انت. ونحن عرفناك قبل ما شفناك بصيتك وبسمعك. انا باذن الله اول شيء دمي وشرفي ليك وعندكم هون. 14 سنين زوجتي اخوتنا اخوتنا والله محييك بالسويدة وكل الناس صارت تقول قلت له انا ليك وجينا هون اجوا حجاج حزب الله قال ياخذونا على مشفى الخميني. سيادة اللواء علي قال ناخذك على مشفى يا اخي تشرين. وسيادة العقيد وسيم قال يا اخي انا حاجز لك مشفى خاص بالشرق. قلت له انا هوني من اهلي اتركه. الله يرحمه ونرجع نتفق معك ان شاء الله. يا ميت حي الله فيك ودماتنا الك كل موجودين معك قصر جاهزين. اعمالنا تنفذت بس هلا صار في اضاءه ممكن يعني العمل هذا الاخير. بكل مكان نحن نفذنا عمليات مختلفه النقاط ووعدكم باذن الله باذن الله بروح سيدنا سلطان باشر. الله يحييك. اي بس تعافى وطيب صار معي ضوء اخضر. اي اعتداء على السويداء باذن الله رح تدمر قريب الكامل. نحن بمعيدك ورح تدمر بطريقه مثل ما تدمرت ابو حارات. بحكي انا اللي دمرت ابو حارات. الله يحميك. نحن مثل ما اعتدوا على شرفاء اي حدود السويداء بالكامل خط احمر ممنوع حد يقترب اليها وهي تملي. والله اي قريه ام القصر حجمت الحقف وكنا نحن معكم. ام القصر اذا بتتجرأ والله لنهد البيوت على الارض. والصاروخ اللي عطيتك اياه بالحب. الصاروخ بنهد البيوت على الارض. هون اصل الحوس السعلي ام ولد اذا بصير مره ثانيه اطلاق نار والله لنثبت بوجودكم ونثبت وساعتين لتنهد البيوت كلها على الارض نحن بمعيدك. بس كيف بتوجيهات السيد الرئيس رح نشتغل هيك. امرك هذا خط احمر بيهمكم بوجودنا باذن الله. الله يحييك. الله يشفيك.